لو عندك جهاز صوت قديم في بيتك بسماعات ضخمة ومش قادر تستخدمه عشان ما بتسمعش سي دي أو كاسيت أو راديو تاني، باللي حواريهولك النهاردة هتقدر تدي حياة جديدة لجهاز الصوت القديم بتاعك وتخليه عصري أكتر ومعاه كل إمكانيات التوصيل اللي احنا محتاجينها اليومين دول. ازيكم يا عشاق الهندسة؟ عمرك فكرت في كام سماعة قديمة عندك؟ يمكن من ميني سيستم ما بقاش شغال او من جهاز صوتي اتغير بجديد متخزنة في ركن في بيتك وبتجمع تراب؟ ممكن يكون صوتهم ممتاز وجودة الصوت بتاعتهم أحسن من أجهزة كتير حديثة ورخيصة مش قادرة تقلدها، بس في الآخر بتتنسي عشان ما فيهاش الاتصال اللي بقينا مقدره أوي اليومين دول. يعني مين فينا مش عايز السهولة إنه يشغل أغانيه المفضلة من الموبايل على طول من غير سلوك ولا دوشة؟ دي حقيقة موجودة في بيوت كتير، حتى عندي هنا. مع تطور التكنولوجيا الطريقة اللي بنسمع بيها الموسيقى اتغيرت بشكل كبير. سيبنا السي دي والكاسيت ودخلنا على الستريمينج الرقمي، وبقى البلوتوث تقريبا هو الأساس في كل حاجة. بس نعمل ايه في السماعات القديمة التقيلة دي اللي جاية في علب خشب ومكوناتها صوتها عالي الجودة وما بقتش مناسبة مع الوضع الجديد ده؟ لبعض الناس زي كده هيبقى خسارة نرميهم، مش كده؟ وهنا بالظبط بتيجي فكرة إعادة التدوير التكنولوجي، أو زي ما بنحب نسميها الاستفادة الذكية. بدل ما نساهم في التخلص من النفايات الإلكترونية وتصرف فلوسك على سماعات بلوتوث جديدة يمكن ما تكونش بنفس جودة الصوت، ليه ما تديش فرصة لأجهزتك القديمة؟ الخبر الحلو إن ده مش بس ممكن، لكن كمان سهل جدا وفي متناول إيدك، وده هيسمح لك تستمتع بصوت عالي الجودة مع كل وسائل الراحة الحديثة. بس إزاي بالظبط نقدر نحقق السحر ده؟ المفتاح للتحول ده بيكمن في مكون إلكتروني صغير لكن قوي، وهو وحدة البلوتوث اللي فيها مضخم مدمج. زمان القوة اللي كان الصوت بيوصلها للسماعات كانت كلها أنالوج، وبتستخدم محولات كهرباء ومصادر طاقة وصمامات مفرغة وأجهزة كبيرة كتير كانت بتاخد مساحة كبيرة جوه صندوق السماعة. لكن دلوقتي التكنولوجيا اتطورت ومعظم الأجهزة دي بقت تقدر تمسكها في كف إيدك. تخيل جهاز صغير يقدر يستقبل الإشارة من الموبايل عن طريق البلوتوث وفي نفس الوقت يكبر الإشارة دي علشان السماعات بتاعتك. São antigas, possam reproduzi-los com toda a sua potência e clareza. إزاي تدي عقل حديث وقلب جديد لجسم كلاسيكي؟ في خيارات كتير في السوق علشان تعمل المهمة دي، وواحدة منهم بتميزها سهولتها والإمكانيات اللي فيها. هو الجهاز ده هنا اللي هو وحدة استقبال بلوتوث 5.0 مع مضخم من ماركة سيني لينك. هو الجهاز اللي هيظهر قدامك على الشاشة هنا تحت، وكل اللي عليك تعمله إنك تضغط على المنتج اللي هيظهر علشان تقدر تشتري واحد زيه وخلاص. الفيديو ده مش برعاية أي حد، أنا فعلا اشتريت الموديول ده من على الإنترنت وبجد أنا مستخدمه على طول، وزي ما باروني بيقول اشتريته وبقى في إيدي، ويلا نجرب الحاجة دي. على فكرة الموديول ده نقطة بداية ممتازة لأي حد بيدور على حل عشان يدي حياة جديدة للأصوات القديمة. والميزة هنا إنه جاي أصلاً مع مضخم ستيريو مدمج، وده معناه إنك مش محتاج مكبر صوت إضافي علشان السماعات غير النشطة بتاعتك. يعني عارف الصندوق الكبير اللي مليان زرار بتاع جهاز الصوت القديم بتاعك؟ أيوة، تقدر ترميه وتستخدم بس السماعات بتاعته. ده بيبسط المشروع جدا وبيخليه أسهل وفيه مكونات أقل. بس الحلو إن الموديول ده بيتوصل بالسماعات القديمة بنفس الطريقة اللي كانوا بيتوصلوا بيها في الأجهزة القديمة، اللي هي عن طريق وصلات سلكية مباشرة. العملية أسهل مما تتخيل. الموديول ده مثلا بيستخدم تقنية البلوتوث 5.0 اللي بتوفر اتصال أكثر استقرار ومدى نقل حوالي 15 متر تقريبا في الأماكن اللي ما فيهاش عوائق، وده بيضمن إنك تقدر تتحكم في الموسيقى بتاعتك من أي مكان في الأوضة. هو في مخارج ستيريو مزدوجة، وده بيسمح لك توصل لحد سماعتين بالظبط زي ما كنا بنوصل السماعات زمان، واحدة لقناة الشمال والتانية لقناة اليمين، وده بيخلي تجربة الصوت غامرة أكتر. عشان تشغل الوحدة دي هتحتاج مصدر طاقة DC يدي من 8 ل 24 فولت.
والمهم جدا ان الجهد ما يزيدش عن 26 فولت، عشان كده ممكن يبوظ شريحة الوحدة. وكمان لازم التيار بتاع مصدر الطاقة يكون أكتر من 2 أمبير عشان تضمن إن الجهاز يشتغل كويس ويوصل لقوة التضخيم الكاملة. في نقطة مهمة، لازم قدرة مصدر الطاقة تكون أكبر من قدرة الخرج بتاعة المضخم عشان جودة الصوت ما تتأثرش. يعني مثلا لو بتستخدم مصدر طاقة 24 فولت وبيطلع 2 أمبير، الموديول يقدر يدي لحد 50 واط لكل قناة مع سماعات 4 أوم. بس لو استخدمت مصدر طاقة 12 فولت و2 أمبير، الموديل هيشتغل برضه، بس لازم تفهم إنه مش هيطلع أقصى قدرة ممكنة للسماعات. وإيه هي السماعات اللي تتوافق مع الموديول ده؟ بص، الموديول سينلينك ده معمول عشان يشتغل مع سماعات اللي مقاومتها بين 4 و8 أوم، وكمان يفضل إن القدرة الإسمية للسماعات تكون حوالي 40 واط. والمنع السخونة الزايدة أو أي ضرر ممكن يحصل، في كمان مزايا حماية مهمة زي الحماية من القصر والحماية من السخونة الزايدة اللي بتتعافى لوحدها، وكمان الحماية من توصيل الباور بالعكس، وده بيديك طبقة أمان زيادة. وكمان غير الاتصال بالبلوتوث، تقدر تتحكم في الصوت وتوقف أو تشغل الأغنية اللي شغالة على الجهاز نفسه. وكمان في مدخل أوكس عشان توصل أي جهاز تاني بكابل، وفي كمان مخرج لسماعة الأذن. ده معناه إنك غير إنك توصل موبايلك، ممكن كمان يكون عندك خيار توصل أجهزة تانية بكابل لو احتجت. وكمان في مدخل USB Type C لو عندك فلاشو فيها أغاني قديمة وعايز توصلها عليه، ولو انت بس اللي عايزه عشان راحتك. ميزة إعادة الاتصال التلقائي ببلوتوث بتضمن إنه أول ما الجهاز يتقرن، الموديول هيتوصل بجهازك كل ما يكون في النطاق من غير ما تحتاج تعيد العملية كل مرة. واللي عجبني كمان إن العلبة الصغيرة دي بيجي معاها تطبيق للموبايل بيديك إمكانية تتحكم في كل إعدادات الصوت بتاعها مباشرة من موبايلك. وانت داخل على المشروع ده، شوية احتياطات بسيطة ممكن تفرق كتير. مثلا ينصح انك تبعد لوحة مضخم القدرة عن اشارات الواي فاي على قد ما تقدر، عشان دي ممكن تسبب تداخل. وبرضه مهم تاخد بالك من الكهرباء الساكنة، وده لانه حتى لو شكله بسيط، هو فعلا مجرد لوحة دائرة مفتوحة ومعاها واجهة مش قانونية. فلازم تفرغ الكهرباء الساكنة من ايديك قبل ما تمسك اللوحة، لان شريحة البلوتوث حساسة ليها. وكمان عشان تحصل على جودة صوت افضل، الكابل اللي بيربط الموديول بالسماعات ما ينفعش يكون طويل زيادة عن اللزوم، ومتر واحد يعتبر طول مناسب. بس يعني انت هتستفيد ايه من المبادرة دي؟ توفير. بدل ما تشتري نظام صوت بلوتوث جديد، انت بتستخدم اللي عندك اصلا وبتدفع جزء بسيط من الثمن في موديول زي سيني لينك. وثانيا انت بتساهم في الاستدامة، لانك بتقلل من رمي الاجهزة الالكترونية وبتدي فرصة جديدة للاجهزة اللي لسه فيها فايدة. واهم حاجة، انت بترجع جودة الصوت في السماعات القديمة بتاعتك وبتحولها لنظام حديث وعملي جاهز يفرح بيتك بأغانيك المفضلة. بجد من المدهش ازاي قطعة صغيرة ممكن تعمل فرق كبير كده وتجمع بين احسن ما في العالمين، جودة زمان مع سهولة وراحة دلوقتي. انا قررت اعمل الفيديو ده لاني ما كنتش متوقع اي حاجة من الجهاز الصغير ده، لكنه فعلا فاجئني وقدم اكتر بكتير مما كنت اتخيل. انا حرفيا استبدلت صندوق كبير جدا مليان ازرار وحاجات ما كانتش بستخدمها خلاص، وكان محطوط بين السماعات بالجهاز الصغير ده اللي بيجي على قد كف ايدي. نقدر نقول اني كسبت مساحة وتطور في التكنولوجيا، ودلوقتي اقدر اوصل موبايلي عليه عن طريق البلوتوث واسمع اغاني مع السماعات القديمة دي اللي كل واحدة فيها 300 واط. هسيب لك لينك الجهاز ده على موقع ميركادو ليبري في مكان هنا على الشاشة عشان تشوفه، وهتقدر تتفاجئ قد ايه هو شغال كويس جدا. انا لسه بدور على طريقة اخليه يكون محمول، بس ده موضوع لفيديو تاني.
محتاج أعرف إذا كنت حبيت النوع ده من الفيديوهات، فلو عجبتك الفكرة وعايز تشوف فيديوهات أكتر زي دي سيب في التعليقات هاشتاج اعملها بنفسك عشان أعرف إذا كنت أكمل في النوع ده من المحتوى ولا لأ. لو وصلت لحد هنا وعجبك الفيديو استغل الفرصة واشترك في القناة لو مش مشترك، وسيب لايك وفعل الجرس عشان توصلك كل الإشعارات. ولو شايف إن المحتوى بتاعنا مفيد فكر تبقى عضو معانا عشان تساعدنا نكمل وننتج محتوى أكتر على المنصة، وكمان نذكرك في فيديوهات. ولو انت فضولي وعايز تعرف عن الكورسات اللي بنرشحها امسح الكيو ار كود اللي جنبك او ادخل على اللينك في وصف الفيديو عشان تقدر توصل لفرص كتير تطور بيها مهاراتك اللي هتفرق معاك في شغلك. وانت فكرت قبل كده تعيد استخدام السماعات القديمة بتاعتك بجهاز زي ده؟ انت من النوع اللي بيحتفظ بالحاجات القديمة ومستني فرصة عشان تستخدمها تاني؟ سيب افكارك في التعليقات، يمكن ندرب نعمل فكرة لإعادة الاستخدام. هنا جنبك في خيارين لفيديوهات ممتعة لازم تتفرج عليهم عشان توسع معرفتك وتشبع فضولك. ولو حابب تدعمنا اعمل لايك واشترك في القناة وفعل الجرس وفكر تبقى عضو في القناة. ده كل حاجة يا عشاق الهندسة، تحية كبيرة واشوفك في الفيديو الجاي.